تألق حكيم زياش ينقذ غلطة سراي من الخسارة في دوري أبطال أوروبا. قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه غلطة سراي التركي لتحقيق تعادل مثير خلال مواجهته لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكان زياش نجم المباراة بدون منازع، حيث تمكن من تسجيل هدفين وصنع الهدف الثالث، ومنح الموقع الشهير سوفا سكور اللاعب المغربي تقييم 9 من 10، ولحدود اللحظة يعتبر ثالث أفضل تنقيط يتحصل عليه لاعب خاض هذه الجولة في دوري أبطال أوروبا. كما توج النجم المغربي بجائزة رجل المباراة. وبهذا التعادل يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وأبقى على حظوظه إلى مواجهة فريق كوبنهاغن، ويتبقى لليونايتد مباراة واحدة أمام فريق بايرن ميونخ في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في ملعب أولد ترافورد للتأهل إلى الدور المقبل.